ولا ابراهيم فايق، ولا تركي آل الشيخ، ولا برنامج خالد الغندور، ولا برنامج احمد شوبير، ولا حد من الناس اللي بيطلعوا في التلفزيون. كل الناس دي يا جماعة يعني محدش جاب سيرة اللاعب. يعني الكابتن الصحفي المحترم أبو المعاطي زكي كان بيناشد على اللايف بتاعه كل شوية، ولسه بيناشد الناس. هو مبسوطين كلنا جدا من اللي عمله كابتن النادي الأهلي وهداف الدوري اللاعب إمام عاشور. إمام عاشور راح هو وولاده طبعا، هو وابوه واخواته راحوا زاروا ابراهيم شيكا. زار امام عاشور. طبعا خالد الغندور بقى خد الصوره حطها بتاع. المفروض في برنامجك انت تروح تعمل معاه، تروح تخلي البرنامج في حته، في جزء كده ايه متصوره مع اللعيب. طبعا في داعيه اسلامي من الامارات قال هتكفل بعلاجه. وكمان الكابتن تامر حسني هو كمان قال ان هو ايه، ان انا هساعد اللعيب. فدي حاجة كويسة منهم واحنا بنشكرهم جدا. تامر حسني طبعا من الشخصيات اللي الواحد احترمه جدا جدا. طبعا الداعية الإسلامي الإماراتي وسيم يوسف طبعا قال إن أنا كمان هشارك في علاج الكابتن إبراهيم شيكا. طبعا خالد غندور بقى خد الصورة وراح حطها على صفحته وقال لك ما إمام عاشور وعائلته والده واخواته بيزوروا ايه ابراهيم شيكا. طبعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد الشاذلي قال ان احنا كمان بنهتم باللاعب ابراهيم شيكا وبندعمه، ووزير الشباب تبنى الموضوع ده، ووزارة الشباب كمان هتساعده وتدعمه في العلاج ماديا ولن تتخلى عنهم. كما تحدثت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا لاعب فريق عن حالة زوجها الصحية خلال الفترة الماضية خلال تصريحات تلفزيونية قائلة: زوجي أنهى جلسات الكيماوي وبعدها تعرض لانسداد في الأمعاء. إبراهيم لم يتناول الطعام لمدة منذ 5 أيام وخسر 7 كيلو مؤخرا. وأضافت: السرطان انتشر في جسد زوجي والأزمة المالية تسببت في تأخر جلسات الكيماوي. وزير الشباب والرياضة لم يقصر مع زوجي، لكن معهد الأورام أكد أن حالته ميؤوس منها. واختتمت حديثها قائلة: الحالة النفسية لزوجي سيئة وطالب الجميع بدعمه نفسيا قبل ما دعمه ماديا. يا جماعة لازم كل الكرة مع فايق حارس الأهلي الكابتن أبو المعاطي حبيب الجماهير الأسطورة. طبعا هو ما بيبخلش. كمان عبد الناصر زيدان، ابراهيم سعيد، الناس المشاهير، رضا عبد العال يطلع برضو في الموضوع ده يظهر ماشي. سيف زاهر وأون سبورت والناس اللي في أون سبورت، كل الناس اللي بتعمل توك شو تمام. القنوات التانية في دي ام سي عليها حد، كل الناس دي تطلع تدعم اللعيب ده وتقف معاه. طبعا كولر قال بقى ايه البيان: نحن نعم تعادلنا ضد الزمالك، ولكن متى كانت آخر مباراة خسرناها؟ هو بيقول احنا خسرنا مباراة صن داونز قبل كده، وبعد كده رحنا خدنا البطولة وخدنا بطولات بعدين. طب ما انت خسرت برضو في دوري أبطال أفريقيا وطلعت التاني، ولو كنت طلعت الأول كنت هتلعب النهائي على أرضك. انت متخيل انت دلوقتي هتلعب، لو وصلت النهائي هتلعب النهائي بره ارضك، الا اذا بيراميدز اللي وصل معاك النهائي هتلعبوا انتوا اتنين على ارض استاد القاهره او في مصر يعني. فانت بقى بتتمنى ان بيراميدز توصل النهائي وتلعبوا انتوا الاثنين في مصر.
طبعا كمان بيراميدز هي دلوقتي متصدر الدوري وعامل لك مشكله، ولازم انت تكسب كل الماتشات اللي جايه منها بيراميدز والزمالك، مفيش تعادل بقى. تمام، مش هنستنى بيراميدز تتعادل والحكام وخد بالك من الانذارات، اللي يجيب جون لازم يجيب جون كتير، واللي يجيب جون ما يخلعش التيشيرت، عشان الانذارات في حاله التساوي دلوقتي هيحسبوها. تمام. فلازم يا كولر تاخد بالك ايه من المواضيع دي، مهمه جدا. المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك المحترم استاذ احمد سالم بيقول ان ايه، اعلن رضاه عن مردود الجيل الحالي في مباراه القمه. تمام، بيقول لك لاعبون مرصودون من المنافسين، ولذلك لا اعتقد ان زيزو سينتقل للاهلي. هو زيزو من وجهه نظرك مش ممكن ما ينتقلش، لكن لو انتم مش جددتوا له ممكن نروح اي حته، او ممكن يروح ايه الاهلي. ولاعبون مرصودون من المنافسين، كل اللعيبه اللي في الدوري مرصودون عادي، وبينقلوا تلاقي هنا في واحد في بتروجيت يروح الاهلي، واحد في الاهلي يعروا له زد. تمام. زيزو لو انتوا خسرتوه هيبقى انتوا السبب، مش اللي خده، ايا كان الاهلي او اي نادي في قطر او نادي في الايه في الامارات يا استاذ احمد سالم. طبعا في فيديو حاط على رابطة الأندية بيسخروا من الترقيصة اللي اتلمها أحمد رضا في الماتش الأهلي والزمالك، وعملوا مخدة وعملوا الحاف ومش عارف ايه، وبعد كده لما الكابتن شوبير طلعها في الاستوديو راحوا هم اعتذروا وقال لك احنا وهيعاقبوا، وحولوا الادمن اللي هم الادمن الغير مسؤول اللي هو نشر ايه الفيديو ده على صفحة رابطة الأندية. ومفروض ان صفحة رابطة الأندية دي تبقى حيادية بوجه عام. قال لك بقى الكابتن محمد رمضان بقى على قناة الأهلي أعلنوا إن محمد رمضان بيقول في وقع عقوبة مالية على اللاعبين، والكلام إن رحيل كولر ده غير صحيح. هو في عقوبة مالية على كل اللاعبين باستثناء زي ما سمعنا بن شرقي واستثناء إمام عاشور، والله أعلم. في عقوبة مالية كشف قائد محمد عقد جلسة مع لاعبي الأهلي لمدة 3 دقايق أمس. ففي 3 دقايق بس بيكفوا ويشفوا، كلمتين بيتقالوا في الجون. أنا لم يسمح مرة أخرى بظهور الفريق بهذا الشكل، وذلك في حضور مارسيل كولر ومحمد شوقي. لم يتم توقيع أي عقوبة مالية على كولر أو الجهاز الفني، وكما كل ما قيل في هذا الشأن غير صحيح. وكولر يحصل على دعم كامل من الإدارة، وهناك ثقة كاملة لتحقيق الدوري ودوري أبطال أفريقيا، والظهور بشكل مشرف في كأس العالم للأندية، ورحيله سيكون إذا طلب هو ذلك أو إذا قرر عدم تجديد عقوده بعد نهايته. تمام. الأهلي بقى هيلعب مع حرس الحدود الساعة 4 إن شاء الله يوم الأربعاء. تمام. في حاجة حلوة كده، جوميز يا جماعة كان ماشي ومن الزمالك وخالع من الزمالك أو هارب من الزمالك عشان يلحق الفتح إنه ما يهبطش. هو لغاية هو دلوقتي نجح إن هو يحط الفتح في موقعه، ومغادرة منطقة الهبوط هو تقريبا الرابع من تحت. يعني هو أنا معرفش الدوري السعودي بيشيل منه 2 ولا 3، لو 3 هو الرابع من تحت. جوميز يقود الفتح للفوز على الأخدود ومغادرة منطقة الهبوط في الدوري السعودي. وقال لك إن جوميز فاز في 5 مباريات وتعادل 4 وتلقى 13 هزيمة، لكن الراجل في آخر وقت هو دلوقتي 19 نقطة ويبتعد عن منطقة الهبوط، محتل المركز الخامس عشر بشكل مؤقت، بينما يبقى رصيد الأخدود عند 16 نقطة. طبعا النادي المصري فاجئ الناس كلها، وعلي ماهر المفروض وجهازه الفني والإداري والطبي كلهم المفروض بيجهزوا نفسهم ان هم هيلعبوا في الكونفدرالية وماشيين كويس، الا ان النتائج الاخيرة في الدوري العام يعني تعادلات، يعني محققوش فوز كتير. اخر ماتش كان الاسماعيلي تعادلوا 0-0 ماشي. وبعدين هم استغنوا عن علي ماهر وجهازه، وعلي ماهر راح سيراميكا كليوباترا. تمام. وجه نادي المصري اللعيب الاهلاوي التونسي المخضرم انيس بو جولبان.
أنيس بوجلبان يعني أول مرة هنشوفه يجي الدوري المصري كمدرب. أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات تعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية لفريق الكرة بالنادي، وذلك بعقد يمتد الموسم ونصف لينتهي بنهاية موسم 25/26. هذا وقد وافق مجلس إدارة النادي على تشكيل الجهاز الفني التونسي المعاون الذي يضم إلى واربوج البنكول من أنيس بن عبد القادر مدربا عاما، ومحمد بن الحبيب تومي مدربا لحراس المرمى، كما تولى محمد وجيه بالعيد مدربا للياقة البدنية، وأشرف بن الهادي طياري محللا للأداء، وحسن بن صلاح أخصائي الدين أخصائي للتأهيل. و دلوقتي هنشوف ايه كمان. ترتيب بقى ايه الدوري السعودي. قلنا ايه من تحت الوحدة الأخدود الرائد الفتح. الرائد يا جماعة ده كنت أسمع إنه فريق كويس، 16 في 17 نقطة، والفتح 19 نقطة، والفتح في الفيحاء 20. يعني هو لو الفتح كسب هيعدي الفيحاء بقى ويقرب أكتر أكتر من الاطمئنان. طبعا المباريات النهارده مفيش دوري عام، بس هتلاقي فيه كاس اسبانيا، برشلونة واتلتيكو مدريد 10:30، وانتر ميلان ولاتسيو في كاس ايطاليا الساعة 10، والهلال والاخدود 5:30، والاهلي السعودي والقادسية 7:30، وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي وفولهام 9:30، وبرايتون وبورتسموث 9:30، وكريستال بالاس واستون فيلا برضو 9:30، وتشيلسي وساوثهامبتون 10:15، والرائد والشباب في الدوري السعودي 4:10، والوحدة والنصر طبعا كريستيانو وحبايبنا 5:15، ستوك سيتي الدوري الانجليزي الدرجة الأولى وميدلس برو 10:15، كأس البرتغال ألفسكاد وتريزينيس 10. ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. طبعا رابطة الأندية بعد الفيديو شالت الفيديو وعملت تحقيق. تمام. أحمد ياسر ريان بس يعني يسجل ويقود التحدي للفوز على الصقور في الدوري الليبي. يعني احمد ياسر راح الدوري الليبي ومعاه حبيبنا كهروب في الاتحاد الليبي. طبعا في معلومة كده يا جماعة ان الهلال السوداني هيلعب ماتش الاهلي في ليبيا. هيلعب ماتش الاهلي في ليبيا. وكل سنة وانتم طيبين، وصلي على الحبيب قلبك يطيب.